كنت قاعد في امان الله على القهوه بعمل حاجه غالبا معظمنا بينساها او بيكسل يعملها. ماسك الموبايل بتاعي وبقلب في تطبيق البنك بتاعي، مش بدور على حاجه معينه، مجرد مراجعه روتينيه براجع المعاملات اللي انا عملتها طول الشهر، العمليات العاديه، تحويل، دفع فواتير. وفجاه وقفت عينيا كده وبرقت وركزت على رقم معين، رقم مخصوم من حسابي، ومش اي رقم، مبلغ تلاحظه مش فكه، لدرجه ان اللحظه كده قلت مستحيل، اكيد قريت غلط، مبلغ محترم مخصوم تحت بند غامض قوي، مصاريف خدمات. هنا بدا عقلي يشتغل بشكل منطقي اكتر، لازم اعرف الفلوس دي راحت فين وليه. بدات اعمل اللي اي حد فينا هيعمله، رجعت بالزمن كده جوه كشف الحساب، عمليه ورا عمليه، يوم ورا يوم، احاول افتكر انا اشتريت ايه بالمبلغ ده، دفعت ايه، حولت لمين، ولا اي حاجه. العمليات اللي انا فاكرها وعارفها موجوده بمبالغها المظبوطه، لكن الخصم الكبير ده كان غريب، ملوش اي اثر او عمليه شراء مرتبطه بيه، مجرد سطر واحد كده بيقول مصاريف وجنبه رقم يوجع القلب. الاسئله في دماغي بتكبر، هل دي رسوم جديده انا ما اعرفهاش؟ هل دي ضريبه على حاجه معينه؟ هل في اشتراك في خدمه ما انا فعلته بالغلط؟ قعدت اراجع كل التطبيقات اللي انا مشترك فيها واللي موجوده على موبايلي، اي حاجه ممكن تكون مربوطه بحسابي البنكي ولا اي حاجه، كل حاجه طبيعيه. وهنا وصلت لنقطه النهايه في تحقيقي الشخصي، مفيش قدامي غير حل واحد بس، الحل كتير مننا بيحاول يتجنبه، اني اكلم خدمه عملاء البنك. كنت عارف ان هي طبعا هتبقى مكالمه طويله وهسمع موسيقى انتظار، بس ما كانش في مفر، كان لازم اعرف الحقيقه. ايه اللي حصل لي عشان تاخد بالك منه وما يتكررش معاك؟ ده اللي احنا هنشوف مع بعض. يلا هات كوبايه القهوه بتاعتك ونتابع مع بعض بعد الفاصل. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الاول برحب بيكم في برنامج قهوه الاقتصاد، وانا معاكم محمد العسال مقدم البرنامج، ويلا بينا نخش في الموضوع. الفكره ان انا كلمت خدمه العملاء وبدات اشرح الموقف بهدوء على قد ما اقدر. يا فندم انا براجع كشف حسابي ولقيت مبلغ كذا مخصوم يوم كذا تحت بند مصاريف خدمات، ممكن اعرف المبلغ ده بتاع ايه بالظبط؟ سكت لثواني كده وبعدين جالي ايه بالرد البارد: ثواني يا فندم، المصاريف دي مقابل عمليات الدفع اللي حضرتك عملتها عن طريق المحفظه الالكترونيه خلال الشهر. وقفت اللحظه كده، محفظه الكترونيه فعلا بستخدمها كتير جدا، بدفع بيها فواتير الموبايل والنت والكهرباء، وساعات بشتري بيها حاجات اونلاين. كانت بالنسبه لي اسهل واسرع وسيله دفع، بس انا طول عمري فاكر ان دي مجرد فواتير عاديه، يعني بدفع ثمن الفاتوره وخلاص. في رسوم كده مكتوبه كده في الابلكيشن، خلاص بدفعها مفيش مشكله، لانهم بيبقوا 5 30 الكلام ده كله، بس ارقام صغيره ومقبوله ما عنديش مشكله. كان مبلغ كبير زي ده ازاي؟ قلت له حضرتك متاكد انا بدفع فواتير عاديه مش عمليات ضخمه، ازاي مجموع رسوم الفواتير دي يوصل للمبلغ ده؟ غير فواتير كنت بدفع ازاي تخصم عليا مبلغ تاني؟ وهنا جت الصدمه الحقيقيه. الموظف رد عليا بنفس الهدوء: يا فندم الموضوع مش رسوم على الفاتوره نفسها، دي رسوم على استخدام قناه الدفع دي. البنك عنده تعريفه بتقول ان عمليات الدفع من خلال المحافظ الالكترونيه بالكارت الائتماني عليها نسبه عموله معينه، وحضرتك العمليه دي اتاخد عليها العموله دي، ولو حسبتها هتلاقيها مظبوط. فانا حسبتها لقيتها مظبوط. المهم حسيت ان الموضوع مش منطقي بالمره، تعريفه، نسبة عمولة، قناة دفع، مصطلحات أول مرة أركز فيها. أنا كل اللي كنت فاهمه إني بفتح التطبيق، بختار دفع فاتورة، بحط الرقم، بدوس تأكيد، بيقول لي مصاريف المعاملة كذا وخلاص. الموضوع بسيط أهو. طلع ان مش بسيط خالص، طلع ان في عالم كامل من الرسوم والعمولات المخفيه شغال في الخلفيه وانا ما عنديش اي فكره عنه. وهنا اتضايقت الصراحه، حسيت بالاستغفال. ازاي خدمه بيتم الترويج لها ان هي سهله ومريحه يكون وراها كل الرسوم دي من غير ما يتم توضيحها بشكل مباشر وصريح في كل مره بستخدمها؟ ليه ما فيش رساله بتظهر قبل ما ادوس تاكيد تقول لي خد بالك العمليه دي عليها عموله كذا؟ الموظف طبعا كان رده جاهز: يا فندم كل ده مكتوب في تعريفه الرسوم والعمولات الخاصه بالبنك ومتاحه على موقعنا الرسمي، وكمان جالك رساله بيها، نعمل لك ايه تاني؟ طبعا يا سلام، انا المفروض قبل ما ادفع الفاتوره بتاعتي كل شهر ادخل على موقع البنك الرسمي وادور وسط 200 صفحه عشان الاقي جدول اسمه تعريفه الرسوم والعملات، واقعد افك طلاسم عشان اعرف العمليه البسيطه دي هتكلفني كام؟ ده كلام غير منطقي طبعا. قال لي يا فندم وتدور ليه؟ ما هو جالك رساله نصيه، تدوس على لينك هيطلع لك الرسوم كلها، وكالعاده هي جت فعلا، بس انا ما فتحتهاش الصراحه. المهم قفلت المكالمه وانا حاسس باحباط شديد، مش بس عشان خاطر الفلوس اللي اتخصمت، الاحباط كان اكبر ان انا ما فتحتش فعلا الرساله وشفت تعريفه البنك ايه. حسيت ان انا كنت بلعب لعبه ما اعرفش قوانينها، واكتشفت ان الخصم ده مش غلطه ومش سرقه بالمعنى الحرفي، لكنه خصم قانوني حسب شروط البنك اللي انا عمري ما قريتها ولا حد قال لي عنها. وده اللي كان صادم اكتر. المشكله ما كانتش في الخصم نفسه، المشكله كانت في اني لو ما كنتش خدت بالي بالصدفه كنت هفضل ادفع المبلغ ده كل شهر، ويمكن اكتر كمان. كنت هفضل اخسر فلوس وانا مش عارف. ممكن ادفع الفاتوره دي بطريقه تانية ما يخصمش عليا المصاريف دي. بعد المكالمه دي الموضوع شغل تفكيري، ما بقاش مجرد مكالمه شخصيه، بقيت شايفه كظاهره. كام واحد غيري بيحصل معاه نفس الموقف دوت؟ كام واحد بيدفع رسوم وعملاته وهو مش فاهمها لمجرد ايه؟ ان هو بيثق في ان الامور بسيطه. اكتشفت ان كلمه السر في جزء كبير جدا من ده هي المستند اللي اسمه التعريفه البنكيه او جدول الرسوم والعمولات، وده يعتبر المرجع الاساسي اللي بيحدد اسعار معظم الخدمات البنك، واللي لازم تكون عارفها عشان تبقى انت عارف وانت بتدفع ايه اللي ليك وايه اللي عليك. مشكله التعريفه دي انها غالبا بتكون يا اما صعبه الوصول
الاصول يعني مدفونه جوه الموقع الرسمي للبنك ومحتاجه بحث مخصوص عشان تلاقيها. والحاجه الاهم وده اللي حصل لي انها قابله للتغيير، يعني البنوك بتحدث التعريفه دي بشكل دولي، لاني فعلا لما كنت براجع كشف الحساب بتاعي ما كانتش بتخصم. انا اول مره اتخصم معايا الشهر ده وقال لي احنا قايلين لك في الرساله ان التعريفه دي هتطبق من يوم كذا. هم عندهم حق. يعني حاجه صحيح ان تعليمات البنك المركزي بتلزمهم باختار العملاء باي تغييرات، لكن اختار ده ممكن يجي لك في رساله SMS طويله او ايميل ما تقراهوش، فتلاقي رسوم خدمه كانت مجانيه امبارح بقت بفلوس بكره وانت مش واخد بالك. وده تاني نرجع لازم تقرا التعريفه كويس جدا، لان المشكله ان البنوك بتعتمد على نقطه ضعف عندنا اننا بنثق في الخدمه ومش بندقق في تفاصيلها. احنا بنفترض ان الرسوم واضحه ومباشره. هم مش بيخالفوا القوانين بالمعنى الحرفي، لان كل حاجه غالبا بتكون مكتوبه في التعريفه دي او الشروط والاحكام، لكنهم بيعتمدوا على انك غالبا مش هتقراها. المشكله الاكبر بقى في الموضوع المحافظ الالكترونيه ده تحديدا انها بتتقدم للناس على انها مستقبل والحل السحري لمدفوعات. ادفع فواتيرك، حول فلوس، اشتري اونلاين، كل ده بضغطه زرار. لكن الجزء اللي مش بيتقال بوضوح في الاعلانات هو تكلفه ضغطه الزرار دي. المهم نوضح ان الرسوم دي بتختلف من بنك للتاني ومن خدمه للتانيه. وعلى فكره الكارت اللي انا استخدمه كان كارت ائتماني مش كارت خصم مباشر. وفي بعض الحالات دي ممكن تكون رسوم ثابته وبسيطه، لكن في حالات تانية زي اللي حصلت معايا ممكن تكون نسبه من المبلغ. وهنا المشكله لو بتدفع فواتير كتير او بتشتري حاجات بمبالغ كبيره، النسبه دي بتلاقي رقم كبير اتخصم، والرقم ده يفاجئك زي ما حصل لحالاتي في كشف الحساب. الرحله دي خلتني اخد بالي ان علاقاتنا بالبنك لازم تتغير. ما ينفعش نتعامل معاها بجهل، لازم نتحول من مجرد عميل مستسلم ان انت واحد مراقب واعي عارف ايه اللي ليك وايه اللي عليك. لازم نفهم ان حسابنا البنكي مش مجرد حصاله، ده منتج مالي معقد وليه شروط وتكاليف، وجهلنا بالتكاليف دي هو اكبر خطر على فلوسنا. وفي تقرير كان موجود على العربيه، هتلاقيه موجود على الشاشه هنا، ان في بنوك زودت المصاريف 85%. وده ليه؟ عشان خاطر المصاريف التشغيليه زادت، فهم يعني هي جت عليهم، ما هم زودوا كمان من التعريف. في بنوك زودت مثلا الحد الادنى من 35 ل 70 جنيه، انت بتتكلم في الضعف، يعني 70 جنيه كل شهر لو انا فلوسي مش مكمله الحد الادنى. طيب حصل اللي حصل واتفاجئت زي لقيت خصم غريب في الكارت الائتماني بتاعك، تعمل ايه؟ اول حاجه ان انت تقدم شكوى مكتوبه للبنك يخليهم ياخدوا الموضوع بجديه اكبر، لانها بتتسجل وليها متابعه من الادارات العليا. حسب تعليمات البنك المركزي المصري، البنك المفروض يرد على شكوتك في خلال مده محدده، غالبا بتكون في حدود ال 15 يوم عمل. وعايز اقول لك بقى لو انت كلمت الكول سنتر غالبا مش هيعمل شكوى، فالاحسن ان انت يا اما تقدمها مكتوبه جوه الفرع او عن طريق الايميل ان انت تبعتها الايميل بتاع حمايه حقوق العملاء. وانا جاي من قدامه بقول لك مش هعمل لك حاجه بالشكوى دي اللي هي موضوع حلقتنا، وهقول لك بكل بساطه انت اللي غلطان. احنا اخترنا العميل برساله نصيه، وانت اللي وحش ما فتحتش الرساله ولا شفت التعريفه، وكمان اديناك مده قبل ما ننفذ التعريفه الجديده وانت برضو اللي ما قريتش. بس انا بقول لك يعني ازاي تقدم شكوى عامه، او ايه الطريقه الصح ان انت تقدم شكوى، لكن في الحاله دي مش هيعمل لك حاجه. وخلي بالك لو انت قدمت شكوى وعدى وقت محدد والبنك ما ردش او رده كان غير مرضي، هنا بيخرج بره نطاق البنك تماما وبيروح للجهه الاعلى اللي هي البنوك بتعمل لها 1000 حساب، وهو البنك المركزي المصري. ساعتها انت هتخش على موقع البنك المركزي المصري ودور على تقديم شكوى للبنك المركزي المصري، هتلاقي صفحه مخصصه لكده على موقعهم الرسمي. املى النموذج، هتحتاج كل الادله اللي انت جمعتها، رقم مرجعي لشكوتك في البنك، تاريخ تقديمها، وصوره منها لو معاك. اشرح القصه كلها للبنك المركزي المصري. لما الشكوى بتوصل للبنك المركزي الموضوع بياخد شكل تاني خالص. البنك بتاعك بيجي له استفسار رسمي من الجهه الرقابيه العليا، وساعتها بيتحركوا عشان يحلوا المشاكل ويقدموا تفسير واضح. وزي ما بيقولوا الوقايه خير من العلاج، قصتي دي علمتني درس مهم جدا. علمتني ان لازم اغير طريقه تعاملي مع حسابي البنكي عشان ما اتفاجئش تاني. ودي الخطه الوقائيه اللي بقيت ماشي عليها. اول عاده بعملها ودي مهمه وعايزك تعملها زي خليك المحاسب بتاع نفسك. المراجعه الشهريه ما بقتش كفايه، خصص 10 دقائق كل اسبوع، افتح تطبيق البنك بتاعك واعمل مسح سريع كده على المعاملات اخر 7 ايام. هل كل حاجه مظبوطه؟ هل في خصم غريب؟ لما بتعمل كده اسبوعين بتبقى سهل تكتشف اي حاجه مش طبيعيه وهي لسه طازه، بتبقى لسه فاكر المعاملات كده وتقدر تتصرف بسرعه، غير لما اقعد اقول يعني في اخر الشهر ده كان في معامله يوم واحد مخصوم عليها مصاريف. طب ليه؟ طب المعامله دي كانت بتاعت ايه؟ لان معظم المعاملات تلاقي مثلا فوري كذا، مش عارف جيزيا، انت مش عارف اسم الستور ايه اللي انت اشتريت منه او اسم المتجر ايه. وكنا عملنا فيديو قبل كده بيعلمك ازاي تقرا كشف حسابك، هتلاقيه موجود فوقه هنا او موجود اللينك بتاعه في الوصف. العاده الثانيه واللي عايزك تعملها ومهمه جدا، شوف اي رساله جات لك من البنك واقراها كويس جدا وخدها باهميه عشان غلطتها بفلوس، وزي ما حصل معايا ما قريتهاش دفعت فلوس زياده. وما تخليش حاجه تحصل من وراك، اتاكد انك مفعل خدمه رسائل SMS واشعارات التطبيق اللي هي بوش نوتيفيكيشن على كل معاملات البنك مهما كانت صغيره. لازم تجيلك رساله فوريه باي سحب او ايداع، وفي كمان بنوك بتقولك ان انت دخلت على الحساب من تطبيق البنك. وخلي البنك يعمل لك كشف حساب ستيتمنت او كشف حساب الكتروني عشان يجي لك على الايميل وما تدفعش مصاريف زياده. العاده الثالثه، قبل ما تستخدم خدمه كبيره مثلا محفظه الكترونيه، بطاقه ائتمان او اسال نفسك تكلفتها كام. افتح جوجل واكتب اسم البنك بتاعك وجنبها التعريفه المصرفيه للافراد او جدول الرسوم والعمولات. شوف الرسوم بتاعتها ايه، هل في مبلغ ثابت ولا نسبه،
وده يخليك تاخد قرار عن علم. لما تطبق العادات دي انت بتبني جدار حمايه حوالين نفسك. في النهايه يا جماعه القصه دي مش مجرد فضفضه، دي دعوه لينا كلنا ان احنا نعيد تفكيرنا في علاقتنا مع فلوسنا. الاحساس بالضيق اللي انا حسيته اتحول لاحساس بالقوه لما فهمت الصوره كامله وفهمت حقوقي وعرفت ايه الغلط اللي انا عملته عشان اخد بالي منه. الفلوس بتاعتنا دي مش بنلاقيها على الارض، دي بنتعب ونستحمل شغلنا عشانها، وما ينفعش نسمح انها تروح مننا كده بسبب جهلنا او كسلنا. راقب معاملاتك، واجه اي خصم مش مفهوم وما تسكتش عن حقك. دلوقتي دوركم. انا متاكد ان كتير منكم مر بمواقف شبه دي. انزلوا تحت كده في التعليقات واكتبوا لي اغرب واكبر خصم مفاجئ لقيتوه في حسابكم وعملتوا ايه وقتها. هل اكتشفتوا رسوم مخفيه ما كنتوش تعرفوها؟ مشاركه تجاربكم هي اقوى اداه عندنا. لما بنشارك قصصنا مع بعض بنتعلم من بعض وبنحذر بعض وبنخلق وعي جماعي بيجبر المؤسسات دي انها تكون اكتر شفافيه. شاركوا القصه دي مع اي حد يهمكم امره عشان نوعي غيرنا ونحميهم من الوقوع في نفس الفخ. محدش فينا يستاهل يتفاجئ ان فلوسه بتروح وهو مش عارف. مستني دعمكم بشير ولايك واشوفكم فيديو جديد. شكرا ليكم.